السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن إنجاز المغرب التاريخي في أولمبياد كرة القدم في باريس 2024، بحيث المغرب يدخل التاريخ ويفوز بنحاسية كرة القدم في الأولمبياد بعد اكتساح منتخب مصر بنتيجة 6 أهداف مقابل 0 في مباراة الترتيب في مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 التي أجريت في ملعب نونت الفرنسي، ضامنا الميدالية النحاسية للمنافسة لأول مرة في التاريخ كرة القدم المغربية والعربية. وكان المنتخب المغربي قد وصل إلى نهائي الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يسقط أمام نظيره الإسباني ب2-1، بعدما بات أول منتخب عربي وإفريقي يحتل المركز الرابع في نهائيات كأس العالم. حقق المغرب إنجازا تاريخيا راسخا كأول منتخب عربي يدخل التاريخ الأولمبي كثالث، وأيضا كإنجاز فردي يدخل الهداف سفيان الرحيمي إلى التاريخ كأول هداف عربي وإفريقي للتاريخ الأولمبي لكرة القدم ب8 أهداف. ويعتبر هجوم المغرب أقوى هجوما في أولمبياد باريس برصيد 14 هدفا. وأيضا حقق سفيان رحيمي رقما قياسيا جديدا في مسيرته الكروية كأحسن لاعب في المباراة وأحسن هداف، ليعادل رقم الأرجنتيني كارلوس ديفيز في أولمبياد أثينا 2004. وأصبحت الكتيبة المغربية بقيادة السكيتيوي أول منتخب عربي يتوج بميدالية في تاريخ الألعاب الأولمبية لكرة القدم، وهو الرقم الأبرز في مشواره. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.